بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. لما يكون عندك بروجكت والبروجكت ده المفروض ان انت تعمل موديل لحاجه معينه، محتاج ان انت يكون عندك ريفرنس ايمجز، سواء كنت هتتفرج عليها وتقلدها بالظبط، او يكون عندك كذا فيو للموديل اللي انت هتشتغل عليه. في حالتنا النهارده في البروجكت بتاعنا احنا هنشتغل على الفان دي كانت موجوده في مصر زمان وممكن تلاقيها في افلام قديمه شويه. فانا اخترت ان احنا يكون عندنا صوره للفان من كذا فيو. هتلاقي من السايد ده ومن السايد ده لو كانوا هما الاثنين مختلفين، لو التو سايدز مختلفين زي حالتنا، ومن التوب فيو والفرونت والباك. طيب احنا عايزين دلوقتي ازاي نقدر نفصل الصور دي بشكل مظبوط عشان تفيدنا واحنا بنحطها في بلندر ونقدر نشتغل بيها كريفرنس ايمج. طيب تعال نشوف ده هنعمله ازاي مع بعض. بص يا سيدي، اولا هنعمل سيلكشن على العربيه، فانا عايز اختار العربيه من اولها لغايه اخرها، مش بالظبط بس بقدر الامكان نعمل حاجه بالشكل ده. وهاخد ده كنترول سي، اعمل له كوبي وانا واقف على اللاير للحته دي. لما اجي هنا اقول له فايل نيو، هتلاقيه فتح لي اول اختيار عندي هو اختيار بنفس مقاس السلكشن اللي انا كنت عامله. فحاجه اقول له كرييت، جاب لي نفس المقاس بالظبط. واما اجي اقول له هنا كنترول في هيجيب لي مقاس العربيه، هيحط لي العربيه من السايد بالظبط. طيب تمام جدا. هاجي هنا الفايل الاساسي واخد كمان من الفرونت فيو، اعمل عليها سيلكشن كلها واقول له كنترول جي. انا عايز بس اخد اللي انا عملته سيلكشن ده اخده في لاير لوحده اهو. واجي هنا اقول له كنترول سي، واجي هنا اقول له كنترول في، هيحطها لي بالظبط. طيب تمام. في حاجه هنا مهمه جدا انا محتاج ان انا اعملها. تعال نكبر كده شويه. انا محتاج هنا اعرف النص بتاعي بالظبط بتاع الارت بورد دي فين. فهاجي هنا من الرولر، هاخد اول ما يعمل سناب هسيبه، ومن فوق هشد وادراك كده لتحت. اول ما يعمل سناب هسيبه. النقطه دي هي نقطه النص بالظبط. ليه بقى انا عايز كده؟ لان انا عايز العلامه بتاعت العربيه دي هي في نص العربيه من قدام. انا عايز العلامه دي في النص بقدر الامكان. يمكن ما تجيش معايا قوي بس بقدر الامكان انا عايزها، انا عايز اظبطها. واطلع لفوق كده شويه، او ممكن انزل لتحت كده شويه. تمام، حلو جدا. دي حاجه. الحاجه التانية انا عايز اظبط العربيه، وش العربيه اظبطه على ظهر العربيه، بس انا النص بتاعي هنا مظبوط قوي في وش العربيه مظبوط. طب هعمل ايه؟ اولا هاجي عند اللاير دي وهاجي اخليها الاوباستي بتاعها هقلله، اخليه مثلا 50 وافعل اللاير دي. طيب ليه؟ عشان انا عايز اخد اللاير بتاعت العربيه من الجنب وابتدي اظبطها. طب هتظبطها ازاي؟ انا عايز اعلى حته في العربيه تبقى مع اعلى حته في العربيه، اعلى حته في العربيه من الجنب من هنا تبقى مع اعلى حته في العربيه من قدام. هو ده المهم بالنسبه لي. والحاجه التانية العجل. طب يا سيدي العجل مش باين. حلو، تعال نكبر الارت بورد شويه. خلاص هكبرها كده وادوس انتر، واجي هنا اتاكد ان العربيه بتاعتي على نفس الخط. لو خدت جايد لاين كده وهشيله تاني وحطيته كده على مستوى العجل، هتلاقي العجله دي من تحت نفس المستوى بتاع العجله دي. يبقى انا كده ماشي مظبوط. العربيه بتاعتي من قدام هرجع تاني الاوباستي بتاعتها اخليها 100%. العربيه بتاعتي من قدام مظبوطه في النص بالظبط، لان انا لما هنقل ده على ريفرنس كريفرنس ايمج على بلندر، النقطه دي هي هتبقى نقطه الاوريجن بوينت في بلندر، ودي هنشوفها مع بعض. جميل. ارجع هنا تاني اكرر نفس الموضوع، اخفي بس اللاير اللي انا كنت عملتها واجي على اللاير الاساسيه واخد هنا ام سيلكشن واخد سيلكشن للعربيه من الجنب. يبقى انا باخد سيلكشن، المهم ان انا اخدها كلها ما اسيبش حته منها.
واقول له كنترول جي عشان يعمل دوبليكيت لللاير، واقول له كنترول سي، واروح هنا واقول له كنترول في. تمام. واجي هنا على العربيه على الايمج الجديده اللي انا حطيتها، واقلل الاوباستي بتاعتها خليها مثلا 50 عشان بس ابقى شايف. واجي هنا ابتدي احركها بحيث ان هي العجل يظبط مع بعضه، وممكن اقللها كمان شويه لو انا مش عارف، واتاكد ان الجنب بتاعها، خلي بالك ان الاكسدام من ورا اعرض من الاكسدام قدام، فما تقيس على الاكسدام. امال اقيس على ايه؟ قيس على العجل. دور دايما على حاجه تقدر تقيس عليها بشكل مظبوط. انا عايز اجيبها كده شويه كده مظبوطه، لو طلعت بره هتلاقيها فلتت، لو جيت هنا يبقى العجل مظبوط بالظبط. واجي ممكن اتاكد اخفي اللاير دي واتاكد ان العربيه من الجنب مستوى العجل بتاعها هو نفس مستوى العجل بتاع العربيه بتاعتي، والنص بتاعها تقريبا بالظبط. ما عنديش حاجه بتقول قوي ان انا اقدر اعرفه غير يمكن نص العلامه دي، بس انا لو كبرت قوي هتبكسل، فانا يعني بالنظر كده في حاجات هعتمد عليها بالنظر، هعتبر ان ده النص بتاعها. اجي ابص كده الاقي ان انا العجل مظبوط والدنيا مظبوطه. معلش ازود فيها شويه عشان ابقى تظبيط الحته دي مهم جدا جدا جدا. واجي هنا ارجع الاوباستي بتاعتي تاني صفر. يبقى ده هسميه باك، وده هسميه فرونت. الحاجات دي مهمه جدا عشان بتريحك فيما بعد. وده هسميه سايد. مش عارف صراحه ده هيبقى يمين ده هيبقى شمال، ليفت سايد صح كده، الناحيه بتاعت السواق، فهقول له ليفت سايد. واجي هنا نفس الكلام، هاخد الباك. انا خدت الباك وخدت الفرونت وخدت السايد ده، هاخد السايد ده كمان بالمره، اتاكد ان انا خدتها كلها. كنترول جي، انا اسف واقف على لاير غلط هنا، كنترول جي. واجي هنا على اللاير دي واقول له كنترول سي، واروح على الفايل الجديد بتاعي واقول له كنترول بي. طلعها هي فوق اكتر حاجه، وهخلي الاوباستي بتاعتها تاني 70. اخفي الاثنين اللي تحت دول واتاكد ان السايد ده ماشي مع السايد ده. ممكن كمان هنا اعمل حركه تانية احسن شويه، ان هي العربيه تبقى باصه في نفس الاتجاه التاني بالظبط، وهقول له كنترول تي واقول له فليب هوريزونتال، انتر، واتاكد ان هي ماشيه مظبوط بالظبط. يبقى انا عندي السايد الجديد ده العجل بتاعه ماشي مظبوط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهاجي هنا هقول له رايت سايد. تمام. قبل بقى ما اجي اخد التوب فيو، او خليني كمان اخد التوب فيو، يعني بتهيألي التركايه اللي كنا هنقولها دي مش مهمه قوي. اخد التوب فيو كنترول سي، واجي هنا مش كنترول سي، انا اسف، كنترول جي عشان تطلع في لاير لوحدها، واقول له كنترول سي روح على نفس الفايل، واقول له كنترول في طلعها لي فوق قوي. واجي هنا اقول له خليها 50%، وده مش عايزه، مش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز ده عايز اظبطه، هيتظبط معايا. ازاي اظبطه بقى؟ ازاي اظبطه؟ خلينا نبص عليه الاول كده. ده التوب فيو، يبقى لازم يكون الجنبين وش يعني يكون من قدام على جنب العربيه بالظبط. انت فاهم قصدي؟ يعني لو ده جيت خليته 50%، فلازم اتاكد انه من قدام من هنا كده ظابط بالظبط مع العربيه من الجنب، الحته القدام بتاعتها. تمام. واجي هنا من ورا اتاكد ان الاكسدام مع الاكسدام، هتلاقي ان الاكسدام هو اكتر حاجه موضحه. واجي هنا اخفي دي دلوقتي، انا مش عايز دي دلوقتي. جميل. واجي هنا حاجه اقول له هبتدي اطلع صور مختلفه. فحاجه انا اقول له هنا كنترول الت شيفت اس،
عشان اخد صوره، والصوره دي هتكون جي بي جي مش مشكله. وهنا حاجه اقول له ده هيبقى الليفت سايد. سيف. تمام كده انا بقى عندي كل الفيوز اللي انا محتاجها عشان ابتدي اشتغل. نيجي هنا بقى في بلندر ونبتدي نحط الريفرنس ايمجز بتاعتنا بتاعت الفان اللي احنا عملناها في الفوتوشوب. الاول مهم قوي ان احنا ناكد على ان الاكس يكون المنظر بتاع الفيو بتاعك بالشكل ده، الاكس البوزيتيف اكس الناحيه دي والبوزيتيف واي الناحيه دي. ونيجي هنا من الفرونت فيو وهقول له شيفت ايه اديني ريفرنس ايمج لوش العربيه، واخد وش العربيه كده واقول له اد امتي. هقرب بس معاك كده واقول لك فاكر لما كنا بنتكلم ان احنا عايزين العربيه بتاعتنا تبقى في نص الارت بورد بالظبط، عشان ده هيأثر على الاوريجن بوينت بتاعتها واحنا بنشتغل. تقريبا هي نازله في النص بالظبط، وكده احنا شغالين مظبوط. طيب تعالى بقى كده هقول لك ان الفرونت فيو ده انا عايز خلي بالك ان انا اقدر اشوفها من هنا ومن هنا، من الجنبين، من الظهر ومن قدام. فانا محتاج ان انا اشوف الصوره بتاعت وش العربيه من الناحيه دي، ولكن لما الف كده ما اشوفهاش. طيب وهو ده ينفع؟ الاول هات لي دي كده جي واي ورجعها لورا، لان انا عايز الموديل بتاعي يبقى قدام العربيه. فلما اجي من الفرونت فيو وابتدي اشتغل هبقى شايف الموديل بتاعي اللي انا بشتغله وبعدين العربيه بتاعتها. حاجه هنا انا عايز اشوفها من هنا بس، في حاجه اقول له انا عايز اشوفها من الفرونت بس، مش عايز اشوفها من الباك. طيب ومفيش حاجه اتغيرت؟ لا، بص الفرونت اهو الريفرنس ايمج باين، ولكن من الباك مفيش حاجه باين. طب ايه اللي هيفرق؟ هقول لك. تعالى هنا نخش على الباك فيو، واجي هنا اقول له شيفت ايه ايمج ريفرنس وحط لي الباك، واجي هنا في البرسبكتيف والباك دي هعمل فيها ايه؟ اظبط بس نفسي كده على الاكس والواي صح زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، والباك دي جي واي هطلعها لقدام شويه. دلوقتي لو انا في الفرونت فيو وجيت اشتغل انا شايف قدامي الباك، انا مش عايز اشوفها. طب اعمل ايه عشان ما اشوفهاش؟ هقف عليها هنا واخش على الداتا ونفس الكلام هقول له ان انا عايز اشوفها من الفرونت بس. فلو جيت هنا وانت شغال من الناحيه دي مش شايفها، انت شايف وش العربيه. ولو جيت من الباك وحبيت ان انت تشتغل على ظهر العربيه هتلاقي نفسك شايف ظهر العربيه لكن مش شايف الصوره بتاعت وش العربيه، فبالتالي انت كده شغال مظبوط. طيب الجنب ده هيكون ايه؟ هو الجنب اللي عايز احط هنا بقى ريفرنس ايمج هنا مش هنا. اللي هحطه هنا هو ايه؟ اللي انا هشوفه من الناحيه دي اللي هو الليفت. طيب تعالى كده نخش على الليفت فيو واقول له شيفت ايه امتي ريفرنس وادخل لي على الليفت سايد ايمج. تعالى نبص عليها كده، هي مقلوبه، فانا حاجه هنا اقول له ار زد 180 درجه جي على الاكس ورجعها لي قوي. ومن هنا نفس الكلام هقول له عايز اشوفها من الفرونت بس مش عايز اشوفها من الباك، فبالتالي انا هشوفها من هنا ولكن من ظهرها مش شايفه. تمام، حلو جدا. واجي كمان من الرايت شيفت ايه ايمج ريفرنس وهقول له اديني الرايت سايد. الرايت سايد هقول له جي اكس هاتولي الناحيه دي كده، مش عايز اشوفه من الناحيه دي فهقول له من الفرونت بس. هاجي اقول له من الباك مش من الفرونت، من الباك، من الباك. فبالتالي وانا شغال كده على الليفت انا شايف الايمج من هنا، وانا شغال على الرايت شغال شايف الايمج
من هنا. جميل. واجي هنا من التوب فيو واقول له شيفت ايه ايمج ريفرنس، وهاجي اخد التوب فيو واقول له اد. ولكن هنا لو دخلنا في البرسبكتيف هتلاقي ان عدلة التوب فيو مش صح. انا عايز الكبوت يجي مع الكبوت هنا، او الاكسدام يجي مع الاكسدام هنا، فانا عايز دي تلف كده. فحاجه اقول له ار زد 90 درجه عشان تلف مظبوط، وفي نفس الوقت هاخد دي جي زد لتحت. ليه؟ لان انا عايز اشوفها من فوق. لما اكون في التوب فيو انا عايز ابقى شايفها من فوق ومش شايف اي حاجه تانية. دي كده تظبيطه الايمجز بالظبط زي ما احنا عايزينها او زي ما احنا عايزين نشوفها. ممكن نمسكهم كلهم مع بعض كده واجي اقول له من الفرونت فيو جي زد طلعهم لي، بس طلع لي العجل على السطح بالظبط. طب انا مش شايف كويس. طيب تعالى كده نمسك ده كده واديك مثال. هنا برضو هقول له انا عايز افعل الاوباستي واخلي الاوباستي هنا 0.2 عشان تبقى ترانسبيرنت، فابقى انا شايف الجريدز وشايف كل حاجه، وده هيفيدنا جدا واحنا بنشتغل. جميل. واجي امسكهم كلهم واقول له قرب بس كده جي زد وانزل كده، يبقى العجل على مستوى الاكس بالظبط، او بيبقى على الارض بالظبط. لو انا حطيت هنا بلين ولا حاجه هتبقى مظبوطه. وبالتالي طبعا طالما انا مظبط كل الايمجز مع بعضها هتلاقي ان هم كلهم زي بعض. هتلاقي الليفت هنا، تعالى هنا برضو ترانسبيرنسي اوباستي 0.2، اتاكد اقرب كده هلاقي ان العجل بتاعي على الارض بالظبط. وهنا كمان من الرايت فيو الاوباستي بتاعتها 0.2 مظبوط. جميل جدا. ودي برضو انا مش محتاج ان هي تكون باينه قوي كده، الترانسبيرنسي بتاعتها مظبوطه بالظبط، والباك بالمره 0.2. يبقى انا كده قدرت اظبطهم كلهم ورفعتهم على مستوى سطح الارض، وفي نفس الوقت كلهم مظبوطين، الرايت رايت والليفت ليفت والفرونت مظبوطه والباك مظبوطه. انا كده اقدر اشتغل باريحيه. ناقص حاجه واحده بس، ان انا اقدر امسك كل دول. انا ممكن اللي انا عايز اقوله ان انا ممكن غصب عنك تمسك ده وانت دايس جي تحركها تبوظ الدنيا. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقفلهم، ما نقدرش نحركهم تاني. باجي اعلم عليهم كلهم واجي اقول له اعمل لي نيو كولكشن، والكولكشن ده هسميه مثلا ريفرنس، يعني ريفير لريفرنس ايمجز، واخد كل دول واروح ساحبهم ومدخلهم جوه الريفرنس ايمجز فبقوا جوه. طيب انا ما استفدتش حاجه، برضه لسه ستيل اقدر احرك اي واحد فيهم. ايوه، لكن انت لو جيت هنا وقلت له شغل لي السلكتابل دي كده، نزلها معايا، هتلاقي ان العلامه دي بقت موجوده، علامه السهم دي اللي هي السلكتابل. لو انا جيت عند الكوليكشن ده وضغطت عليها هتبقى دمد مش باينه بالشكل ده، فبالتالي خلاص انا ما اقدرش اعمل سلكشن على اي حاجه. وكده انا ضامن ان الريفرنس ايمج مش هيتحرك خالص، وهتبقى الدنيا ماشيه معايا مظبوط. كده احنا خلصنا الجزء الاول، وان شاء الله الجزء الثاني هينزل قريب جدا. ارجو لو الفيديو والمحتوى عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.